هنا القاهرة. حذر فزر طبخين ايه؟ تحب اعمل لك عدس بالليه؟ طب كبش، طب بمبار، يبقى لحمة راس. في مشنكح؟ لا عايزين كباب وخضار سوتيه. كل أكلة وليها أصل وحكاية. لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك، عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك. هات لنا انت بس ذكر بط نحطه في نص السفرة. والكل أكلة كمان تركاية. اللي بيحط بالطين على الوش مش بيضة واحدة. والأصل مصري عنده السر في الخلطة. مستعد أعمل لك طبق فول مدمس أطعم وألذ من ديك رومي. أصل الأكلة مع خبيرة التغذية الدكتورة منال عز الدين. دي وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية. والشيف مريم زرن. ما تنساش السلطة. أمان. جنيهات الذهب اللي عايمة على وش الطاس. شوف الطعمية حلاوتي، بص سخنة والعنار. من الأكلات اللي عليها جدل كبير عن أصولها وجذورها، والكل بيحاول ينسبها لنفسه. كل شوية تحصل دوشة وتطلع دولة تقولك أنا صاحبة الفضل في وجود الطعمية. بس بصراحة لو بصينا للموضوع بحيادية تاريخية هنكتشف إنه اختراع مصري أصيل من غير أي شك، لأن الصور الأولية للطعمية اتوجدت في مقابر وادي الملوك وطريقة دش الفول. ما الفول بالطعمية والطعمية من الفول. الإسكندرانية بيقولوا عليها فلافل، يعني فلافل ذات الفول الكثير، وإحنا كمصريين عملناها من الفول. والشوام بيعملوها من الحمص، وفي اليمن بتتعمل من اللوبيا الناشفة. بس اللي عايزة أقوله لحضراتكم إن الطعمية المصرية بالفول بتتفوق دايما على أي صنف من أصناف الطعمية الأخرى. إحنا الطعمية بتاعتنا وصلت للعالمية، وفازت مصر بالمركز الأول في مهرجان الفلافل أو الطعمية بلندن سنة 2016. والمصريين أصحاب الحجة الأقوى وسط كل المتصارعين على الطعمية. لا أنا وثيق ملفوظ وثيق ملفوظ، مع احترامي لأي حد. مصر طول عمره معروف بجبروته وبقوته، وأنا وثيق ملفوظ. وللطعمية فوائد صحية، أولها إنها مصدر للبروتين النباتي، ده غير طبعا الخضروات اللي موجودة فيها أو الخضرة اللي بتمد الجسم بالمعادن والفيتامينات. وجود السمسم في الطعمية بيعتبر مصدر من المصادر القوية جدا للكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان. الأفضل إن احنا نعمل الطعمية في البيت، وأثناء القلي ياريت نضيف أوراق شجرة الزيتون أو أوراق شجرة الجوافة للزيت أثناء القلي، لأن وجود هذه الأوراق بيقلل من التفاعلات السيئة ما بين المادة الغذائية وما بين الزيت. ياريت نحافظ على صحتنا ونروح لمريم بالسرعة عشان تقول لنا وصفة صحية وشهية للطعمية البيتي. صدقي جوعت. بتبقى بسم الله ما شاء الله تستاهل بقك. طعمية. لا مش طعمية، كلي. احلى طعمية اللي احنا بنعملها في البيت عشان بنكون ضامنينها وضامنين تحميرها والزيت نظيف. وهنقولها النهاردة بوصفة سهلة وسريعة جدا وهتعجب الناس كلها. هنكون محتاجين نص كيلو فول مدشوش وورق كزبرة خضرة، وبلاش نحط الفروع عشان لما نطحن الطعمية ما نبقاش حاسين بفتن، وبصلاية صغيرة، وخمس ست فصوص توم صحاح، والكرات. ولو ما فيش كرات مش هنوقف الدنيا، هنجيب بصل أخضر وهنحطه بفروعه. وبالنسبة لبهاراتنا اللي احنا هنحتاجها ملح وفلفل وكمون، نص معلقة كزبرة ناشفة، وهقول على تكة في الآخر كده حلوة. اول حاجة احنا نقعنا الفول خلاص، ولغاية لما لقيناه بيتقطم معانا في ايدينا هنحطه في الخلاط وعليه ورق الكزبرة الخضراء والبصلاية والكرات او البصل الاخضر بفروعه، وهنضربه كويس في الخلاط. لقيناه مش عايز يتضرب في الخلاط هنحط نص كوباية مية. اول ما هنلاقيها شكل العجينة بقى اخضر وحلو كده تمام، نبتدي بقى نحط بهاراتنا وتكتنا. اول حاجة هنحطها حبة ملح، فلفل اسود قليلة، معلقة كمون، نص معلقة كزبرة ناشفة. لازم نحط بيكربوناتو او بيكنج باودر، نفس النتيجة واحدة. لو عندنا بيكنج باودر هنحط نص معلقة بيكنج باودر عليها. طبعا احنا عارفين ان احلى طعمية بناكلها لما بتكون في اسكندرية. التركة بقى ان هما بيحطوا ربع معلقة شمر عليها، فطبعا ده بيدي الطعم بيبقى حلو قوي قوي قوي. ضربنا كل المكونات دي مع بعض وعايزين نحمرها في الزيت، فهنكون محضرين جنبنا طبق صغير فيه سمسم، وهنعمل الطعمية بإيدينا قرص، ومحبة سمسم بإيدينا هنحطها على وش الطعمية. أول ما الزيت يقدح جامد قوي هنحط الطعمية ونوطي سنة عليه
نقلبها مرة واحدة بس، هتطلع احلى طعمية ما فيهاش زيت خالص. مادام حطيناه والزيت بيقدح جامد عمرنا ما هنحس انها شاربة زيت. طعمية تجنن وسخنة وبسمسم. ونصيحتنا ليكم ناكل وما نكتر، وفي صحتنا ما نفرطش. مش مهم تاكل غالي او رخيص، المهم انك تتمتع بالاكل. أصل الأكلة ده كتاب نظيرة. كلمة إخراج رانيا مجدي. كان نفسي اعزم اصحابي مش ياكلوا يتفرجوا بس.